تعالى اقول لكم عملت فطار ايه النهارده. انا كان عندي بانيه متبل وعندي بزله، فقطعت شويه بطاطس كده، وانا كنت بشيل الجزر متقطع اصلا، فحطيتهم على بعض. والصلصه كمان بشيلها متسبكه جاهزه، كنت عاملاها فيديو قبل كده لو عايزين تخشوا تشوفوها. بعد كده حطيتهم على النار لحد ما استووا كلهم مع بعض. انا اصلا بادئه اعمل الفطار يعني كانت الساعه 4 او 5، يعني بادئه اعمله متاخر وما خدش مني ساعه. هنا برضو حطيت الرز، حطيت السمنه وحطيت فيها الرز. بعد كده نزلت بالميه، سبتهم بقى يستووا هنا، وجيت اعمل تتبيله البانيه. البانيه اصلا متبل بالبصل والملح والفلفل. هعمله بقى ايه بالفيجيتار والبيض والدقيق. ده فيجيتار اللي هو اللي بالكيلو ده مش الكياس، فحطيت عليه ملح وفلفل وبابريكا. انا البابريكا بحب استخدمها في كل حاجه. اول حاجه البانيه بحطه في الدقيق، بعد كده البيض عليه ملح وفلفل، بعد كده الفيجيتار. حضرتهم بقى كده وبقليه قبل الفطار مثلا بنص ساعة ولا حاجة. هنا كان الرز خلاص شرب ميته، والبزلة كمان بتغلي وقربت تستوي، والبانيه جاهز. هنا عملت جنبهم بقى سلطة الطحينة بالزبادي، دي انا بحب اعملها جدا. اول حاجة بحط الطحينة وعلبة زبادي مثلا، فصين توم، ملح، فلفل، كمون، بابريكا، عصرة ليمون ومية، وتقلبيهم كده وبيبقى طعمها تحفة، بتتحط جنب اي مشويات. طعمها تحفة. هنا البانيه برضو خلاص اهو بدأت اعمله، كان مقرمش ومستوي من جوه وطعمه تحفة تحفة. جربوها هيعجبكم جدا، اكيد اصلا كلنا معتمدين طريقة البانيه دي يعني.